السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم مطبخ صفاء. يلا بقى زي ما اتعودنا، يوم جديد وفيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. وما تنسونيش بقى ايه اهم حاجة، بدعوة حلوة كده واحنا في الايام المفترجة. هنسمي بسم الله ونصلي على حبيبنا الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وعندنا بقى هنا ايه، كيلو ونص من البامية. نزلت السوق قلت بقى ايه، اجيب شوية حاجات كده تنفعني في الاسبوع اللي هو بتاع قبل العيد واللي بعد العيد. هنعمل ايه بقى عشان تحاولي اولا تساعدي في التوفير؟ هتساعدك كتير في التوفير، لان كل ما بتقربي على العيد كل ما الخضار او اللحوم او كل حاجة تلاقيها بتزيد في السعر، بتتضاعف في السعر. فاحنا بقى نبتدي نسمي بسم الله كده، ونبتدي بقى ناخدها واحدة واحدة. مثلا طبعا انت في اول يوم العيد تاكلي لحوم، تاكلي بقى اللي ربنا ايه بعته ليكي. بتبتدي بقى تاني يوم تالت يوم طبعا ايه الاكل اللي انت هتعمليه بقى، فراخ لحوم اسماك. المهم في اكلات جانبيه، في اكله يوم مش عايزه تعمليها الخضاريه طبعا بيبقوا قافلين في فتره العيد. فاحنا بقى ايه هنعمل حاجات كده بسيطه هتساعدنا كتير. اول حاجه هنسمي بسم الله. جبت زي ما قلت لكم كيلو ونص من الباميه، جبته كده حطيته في حاجه غويطه وغسلته غسله حلوه. وبعد ما غسلته وسبته يصفى من الميه خالص، ابتدينا نقمعه كده او ننضفه من القمع اللي فيه كده. وابتدينا بعد كده طريقة تفريز البامية زي ما انتوا شفتوها، لا بحطها على بخار ولا بغليها ولا بسخنها ولا اي حاجة من دي. بتفضل بفوائدها وتفضل بلونها وطعمها. هتقولي لي طب ما هي ممكن تسود معانا؟ ولا بتسود ولا بتجلد ولا بيجرى لها اي حاجة. وبتطبخيها وبتبقى زي السكر، ما فيهاش اي حاجة، سواء لون سواء طعم سواء شكل. وكمان هتستفيدي منها وهيبقى طعمها حلو، وهتوفر عليكي الوقت والمجهود. تيجي في يوم عايزه تعملي في العيد، عايزه تعملي ايه، باميه باللحمه، باميه وفراخ، اللي انت عايزاه يعني في النهايه. عايزه تعمليها بقى واحنا صايمين، هتبقى موجوده عندك وسهله ان انت تاخدي منها. هنيجي بقى لتاني حاجة وأهم حاجة، ورق العنب. أنا لسه عن نفسي ما خزنتوش، فجبت عندي هنا نص كيلو، يبقى جاهز عندي في الفريزر. حبيت أعمله وإحنا صايمين ماشي، حبينا نعمله في العيد في أي توقيت. أولا هيبقى رخيص لأن السعر بتاعه هيشد جدا. وهبكرة تقوليلي أنا جايباه ده ب60. هتلاقي بقى أنا معرفش عندكم بقى في المحافظات التانية بكام، لما بيتباع عندنا ب60. زي ما انتوا شايفين ابتديت تاخد بقى ايه العود بتاعه كده، واسيب هو طبعا ناحيتين، الناحيه الخشنه والناحيه الناعمه. اخلي الناعمه لتحت او الخشنه لتحت، المهم يبقى مترتب على اتجاه واحد. وابتديت كده بقى ايه اشيل العود كده وارصه فوق بعضه. ويلا بينا نصلي بسم الله، نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. ابتدينا ناخد الكميه كلها كده، وما شاء الله ورقته كبيره جدا وحلوه. يعني الورقة بتاعته مش صغيرة زي ما انتوا شايفين. عارفين دي من الأساسيات اللي ايه هتوفر معاكي وتكون اقتصادية في نفس الوقت. يعني انت لما تحطها في الفريزر هتنفعك بقى، سواء في الأيام اللي احنا هنبقى صايمين فيها أو في ايه في وقت العيد وبعد العيد كمان. طبعا احنا مش هنفضل طول الايام هنتاكلي لحم، اكيد لا. فبتحبي ايه يعني تصنفي في الاكل. المهم بعد ما خلصت تنظيف ورق العنب، انا مش هغسله ولا اعمل فيه حاجه. انا هاخد العيدان ديت زي ما انتم شايفينها كده، ودي بقى ايه اغسلها واصفيها من الميه، وبعد كده احطها في كيس. جبت كمان خضره محشي لان انا خلصت الخضره. ابتديت اجيب شبت وكزبره، وابتديت اخد بقى ايه سيب العيدان الناشفه كده واخد العيدان الكويس. يعني بنضف ايه الخضره بالطريقه اللي احنا عارفينها. بعد ما بنضفها بقى كده اخدها بقى اغسلها غسله حلوه مرتين تلاتة كده لغايه ما تبقى نظيفه وزي الفل. وبعد كده بصفيها من الميه. بعد ما اخلصها واسيبها تنشف من الميه خالص، نبتدي بقى ايه بعد كده هنقطعها. عندنا هنا بقى ورق العنب، نبتدي نجيب عندنا ورق الاسترتش او اكياس اللي موجود، ونبتدي نحطه بقى من غير ما نسلقه ولا نغسله ولا اي حاجه، زي ما هو زي ما انتم شايفين. بس اهم حاجه ان الورقه تبقى في اتجاه واحد فوق بعضيها، عشان لما تيجي إيه اللهم صل على النبي، تيجي تحطيه بقى في شويه ميه سخنين، يبقى ايه وانت بتحشي يبقى سهل معاكي، يبقى كله في اتجاه واحد. تقعديش بقى ايه تغلبي نفسك في الورقه.
نجيب السكينة، فين السكينة؟ نبتدي كده بقى ايه نقفله تقفيلة حلوة. طبعا انا هكمني ايه هستخدمه مش هخزنه فترة طويلة، فما اهتمتش بلفه قوي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تنسونيش بدعوة حلوة بقى في الأيام المفترجة ليا وليكم إن شاء الله، وربنا يحسن ما بين إيدينا جميعا. الحاجات دي هتوفر معاكي كتير. هتلاقي الخضرية بقى إيه بيعلوا في الأسعار جدا في الأسبوع اللي قبل العيد، يعني كل ما بتقربي على العيد الأسعار بتزيد. فأنت كده هتحاولي إن أنت تشوفي بقى انت متطلباتك ايه اللي هتعوزيه. طماطم، اللهم صل على النبي، عايزه تفرزي طماطم، عايزه تفرزي خضار، الخضار اللي موجود بقى عايزه تفرزيه. عايزه تعملي بقى شويه ايه محشي مشكلين كده، جيبيه وحطيه في التلاجة، هيقعد معاكي بتاع اسبوع، وقبلها بيومين روحي مقوراه او هتجيبيه جاهز. كل الحاجات دي صدقيني هتنفع معاكي كتير، وهتوفر معاكي كتير، لانه كل ما بتدخلي على العيد كل ما الاسعار بتزيد. نبتدي بقى بعد كده خلصنا الكمية زي ما انتوا شايفين. وزي ما قلت لكم ده بيعتبر نص كيلو من ورق العنب، بس ما شاء الله عشان ما فيهوش ورقات صغيرة، ما شاء الله كان مبروك وفيه بركة. خلصناهم كده. شوفوا اسهل حاجة ووقت الاستخدام اطلعه ايه استخدمه. ودي العيدان بتاعت ورق العنب، بحب احطها في القعدة بتاعت الحلة. بعد كده جبنا شوية الخضرة، انا مش مكترة زي ما انتوا شايفين، حاجات بسيطة كده نعملها على طول. نبتدي بقى نسمي بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وتدعي كده ربنا وتستغفريه في الأيام المفترجة اللي احنا فيها. ابتديت بقى أقطعه تقطيعة صغيرة كده، عشان لما أجي أطلعه أحطه على المحاشي يبقى إيه صغير وحلو كده، مش يبقى إيه خشن منك كده. خليكي شاطرة ولهلوب. ناخد بقى إيه الكمية اللي موجودة ونقطعها. يا الله، ده بقى ايه اول ما بتحطيه في الفريزر وتيجي تطلعيه على على المحاشي يبقى اخضر ومنور وزي الفل. بس الشرط الواحد ان انت ما تطلعوش من الفريزر تسيبيه بره بقى، يعني من غير ما تحطيه على المحشي، لا هتسود وهتنزل ميه سودا وشكلها هيبقى وحش. انما الشرط الاساسي في نجاح الخضره ان انت تطلعيها من الفريزر تحطيها على الايه على الرز او الحشوه اللي انت هتحطي عليه. ابتديت بقى اقلبه كده، الكزبره مع الشبت. ما حطيتش بقدونس بصراحه، هو اهم خضره للمحشي بيبقى الكزبره والشبت، واهم من الكزبره الشبت عشان بدي ريحه ونكهه في منتهى الجمال. انا عندي والدتي على فكره ما بتحطش الكزبره خالص في المحاشي، اول حاجه تحطها هو الشبت وتاكلي منها شويه محشي. ما شاء الله. طبعا احنا كلنا بنحب المحاشي وبنحب الاكل من امهاتنا. كده خلصناه وحطيناهم في الكيس بالشكل ده ونقفل عليهم. وساعتها هنحطهم في الايه في الفريزر. يعني دول يكفوني دور محشي. فانت بتجيبي الكميه اللي انت عايزاها، هتكتري هتعملي مرتين تلاتة، جيبي الكميه اللي انت عارفاها. ادي كيس الخضره بالشكل ده كده هتطلعيه تحطيه على المحشي على طول. على فكره الحاجات دي بتسهل معايا جدا جدا وبتبقى سهله. وادي ورق العنب، وعندنا كمان العيدان بتاعت ورق العنب اللي هنحطها في القعدة بتاعت الحلة، بتديله مزازة اكتر واحلى كمان. وادي ورق العنب كده نقفله منخليش فيه هوا وندخله الفريزر. وبكده خلصنا حاجات بسيطة. تعالوا بقى نحضر الغدا مع بعض. عندي هنا نص فرخة من التفريزات اللي احنا عاملينها متقطعة لقطع صغيرة. هنبتدي نجيب بقى ايه اي يعني زيت سمنه زبده اللي انت عايزاه، وحطي بصلايه كده صغيره متقطعه مكعبات عليها فلفل اسود. ونبتدي ننزل بالفراخ بتاعتنا تشويحه بسيطه مش كتير يعني. المهم ان هي تاخد النكهه من الايه من السمنه اللي انت حطاها، وتاخد كمان نكهه من البصله والفلفل. بعد ما قلبناها كده هنحط لها بقى ايه ميه ونسيبها بقى ايه تستوي. بعد بقى ما استوت معانا تقريبا 3/4 سوا، عندي بسلة او الخضار بقى اللي انت بتحبيه. انا عشان عارفة ولادي بيحبوا ايه عملت لهم بسلة وجزر، طلعهم من الفريزر وحطيتهم على الايه على الفراخ بالشكل ده.
طبعا بقى انت عايزه تعمليها خضار مشكل ده بيرجع، عايزه تضيفي شويه بطاطس ماشي، مش عايزه تعملي بسله وعايزه تعملي خضار تاني اي خضار، بس انا استخدمت الخضار ده عشان ولادي بيحبوه. وابتديت كده اسوي بقى ايه، احط الصلصه، حطيت فصين توم، حطيت بقى ايه شويه بقى ايه، شويه كمون، شويه كزبره، شويه فلفل اسود، شويه توابل فراخ، الحاجات بقى الايه اللي تنكهلك الخضار. بعد ما سبته بقى يستوي والفراخ خلاص على السوا، يعني فاضل تكايه بسيطه، هنبتدي بقى ايه، يعني نخلي لهم الاكله يبقى شكلها احلى. هنبتدي نعمل ايه، نجيب صينيه عندنا كده ونبتدي نغرف فيها اللهم صل على النبي الخضار اللي احنا عملناه. طبعا انا ما حطيتش بطاطس ولا اي خضار تاني، عشان ايه الولاد مش بيحبوا، في خضار كتير عندي ولادي مش بيحبوه بصراحة. مش هقول لكم بقى اولادي بياكلوا كل حاجة، لا، مش كل حاجة، فلازم بقى ايه اعمل حسابهم في حاجة بيحبوها. المهم ابتديت اوزع الخضار صح، احط الفراخ على الوش كده وندخلها بقى الفرن، يعني مجرد ان الشواية تولع او الفرن والشواية، المهم تاخد لون وتتسبك شوية، تبقى غدوة حلوة وسهلة وبسيطة. ده شكل بقى طاجن البسلة بالفراخ، مش باللحمة ممكن تستبدليه باللحمة. تعالوا بقى ايه، ده الطاجن بتاعنا، بصي اللون بتاعه في منتهى الجمال، والشكل بتاعه يفتح الولاد واحنا في فترة امتحانات، وفي نفس الوقت ما ياخدش منك وقفة في المطبخ. انا لو تلاحظوا في كذا طبخة كده بعملهم ما ياخدوش منك الهوا زي ما بنقول، يعني ممكن تستبدل، يعني ما تاخدش حاجة. هتقولي في خضار، في انواع الخضار كتير، ممكن تعملي بدل البسلة بطاطس، ممكن تعملي كوسة، ممكن تعملي فاصوليا، ممكن تعملي الخضار كله مرة واحدة. عملت جنبها بقى رز ابيض، عشان بصراحة كسلت بقى احمر شعرية واعمل، لا عملت شوية رز ابيض. وممكن تعملي بقى ايه شوية سلطة جنبيهم، اي حاجة جانبية كده تفتح النفس. بس انا ما عملتش حاجة عشان ولادي مش ايه، مش قوي في السلطة، يعني مش للدرجة. ابتديت بقى ناخد معلقتين بسلة كده ونشوف الخضار بتاعنا استوى ولا لأ، وقطعة الفراخ كده مستوية وزي الفل، وشاربة بقى من صوص البسلة، وطعمها في منتهى الجمال. وده كان يومنا النهاردة، يوم سهل وبسيط، وحطينا كام حاجة في الفريزر ينفعونا، والأكل في منتهى الجمال.